يوم امس يعني كان رساله وداعيه ديال طه مريد. شكون هو طه مريد؟ طه مريد هو الحارس ديال فريق الوداد من 2019 هو في الوداد حتى 2025. انا قريت الرساله يعني وقفتني فيها واحد الجمله، قال لك غنمشي ناخذ مسار اخر في حياتي لانني لم اخذ ولو فرصه في فريق الام. انا بغيت هنا نهضر او نعطيك الكلمه السي العزوم بعد فؤاد مسكوت على الغبن اللي كيتعرض ليه اللعاب ولد الفرقه، وتنهضروا على حارس مرمى من 2019 الى 2025 لم اخذ ولو فرصه في فريق الام. هذا العام ما تعطاتوش حتى فرصه. ما كيفاش كتشوف انت هذه المساله؟ انت دوزتي بزاف د الفرق دربتيهم وسيرتو في حراسه المرمى. يعني هنا تيتبين واحد ظلم كبير. تيشتركوا اللاعب كحارس المرمى تا هو داخل في هذا الغلط، وكذلك الاداره التقنيه ديالو. علاش؟ لان حارس المرمى ما خصوش يفوت عامين على الاقل الا ما كانش يلعب، ما كانش فرصه يقلب على راسه. هو صبر سكيفي هو اللي بغى يريح. اما نجي انا كحارس مرمى، اسمح لي ما كايناش المكانه ديالي، نمشي نلعب فرق، ولكن عطيني فرصه صاحبي. عطيني ماتش، عطيني ما عطيتكش ماتش. راه ما عطيتك حتى دقيقه في شي ماتش. سير اخويا في هذيك السنه سير قلب باش دير المقابلات في يديك، لان الحارس المرمى الا ما دارش يمشيو لي وخير دالي. راه شحال من حارس كان مع الزكي، ونذكروا الزكي في الوداد. شحال من واحد مع الزكي في الوداد ما لعبش، ما خداش الفرصه ديالو، بقى 3 سنين 4 سنين، وفي الاخر مشى الزكي عاد. فوالا فؤاد مسكوت. بعض اللاعبين اللي ما كياخذوش ولو فرصه في الانديه ديالهم وكيبقاو كيطولوا. ما معناش فؤاد، ولا معنا عز الدين عماره، وكيطولوا في الانديه. كاين بزاف لي زيكزامبل يعني نقدروا نجبدوهم. بالنسبه لك سي عز الدين عماره، هذه المساله هذه كيفاش شفتيها، كيفاش قريتيها؟ شوف دابا كاينين بزاف. هذا السي طه مريد ماشي هو اول حارس بحال اللي قال السي عبد الملك، ماشي هو اول سميتو حارس اللي بقى في البونتو سنين، فهمتيني؟ باسكو هاد القضيه هذه، باسكو قليل المدرب اللي تيزعم ويبقى يعطي الفرصه في البطوله. نوبه يلعب هذا 3 الماتشات، نوبه يلعب هذا ماتش، نوبه 3 4 الماتشات تيتولير، ويعطي ماتش الاخر. احنا عندنا هاد القضيه هذه كاينه، وهذا لو بوست هذا بحال لي زاريا سونترو، بحال لي لاتيرو، بحال شحال من واحد. متى تاخذ الرسميه تكون تيتولير. الا ما تبليسيتيش وكنت يكون ديما في واحد النيفو طالع وديك الشيء، علاش غادي يبدل لك المدرب؟ انا بغيت نهضر غير على مساله فرصه عز الدين. فرصه يعني على الاقل تعطيه ماتش، تعطيه. السيد قال لك انا من نهار جيت للوداد ما عمر شي واحد يعني عطاني شي فرصه مع غير شوفوا كيفاش. انا بعدا تنقول برافو للوداد اللي قبطاتو 6 سنين وجالس معاها. ما عمرها ما قالت له سير بحالك، ما عمرها ما قالتلوش ماشي مزيان الله يهنيك. الوداد ماشيه في واحد الطريق وتتقلب على الحارس اللي كان خصو يكون. ما عطاتلوش الفرصه بحال اللي قال عبد الملك. يا بوسيبيليتي يقول لهم سامحوا لي، سلفوني، عطيوني نمشي لشي فرقه. كان يمكن لهم يسلفوه، كان كلهم يديروا له بريتي، هما ما بغاوش باسكو شادين فيه. هذه سي اوسي مارك. مي تبقى 6 سنين وتفرقه، صافي دوك الفرقه باغياك. انا تنعرف الفرقه مي تبغيش تقول لك الله يهنيك. هذا الشيء اللي كاين، هادشي اللي تنفهم. دوك راه ما تكرفسوش عليه. هو بدا تكون طلبته هو يمشي يدير. ولكن عز الدين باغيني وما تعطينيش فرصه. انا ما فهمتهاش. ما عطاوش الفرصه باسكو واقيلا شوف ما نظنش ان تكونوا تكرفسوا عليه. لا سي با كيسيون تكرفسوا عليه، لا هو بالعكس شكرهم وكل شيء، غير هو مساله فرصه. انا بغيت ننطلق من هذه الفرصه لانه بزاف د اللعابه ما خداوش فرصه. وبغيت نربطها. وهي دابا كما قال عز الدين، حنا واخا تنتكلموا على يونيكيب اكس ولا ايكغيك ولا زد، راه خاصها تبقى بحال هكذا. اللعاب اللي تيعطي روندمون في المستوى الكبير هو اللي تيشد المكانه ديالو. دابا كاين فرق بين المغرب وبين اسبانيا وبين الموارد الماليه اللي تيشدوا هذاك. يعني كاين مشكل. واي ما معناش فؤاد مسكوت، باقي ما معناش. تبقى فيك الحال ابو توزاز اللي تبقى فيك الحال هو متى تكون انت غارديان نيميرو 2 باغ اكزومبل، والغارديان نيميرو 1 تيمشي وتيجيبوا واحد اخر وما تتشد بلاصتو،
وانت ما تاخذش البلاصه. وراه جابوا وحدين اخرين، راه من 2019 لدابا راه جابوا حراس في حراس. وي لا فتره من الحارس في المرمى. وقبل منه غير سي عز الدين، وقبل منه انا باقي كنتذكر دابا تفكرت بن عاشور حتى هو كان في الوداد، كنظن حتى هو طول، كان هو ضرب شي 5 سنين في الوداد ومن بعد مشى. ما عمره وي شتي بونو كون بقى في الوداد وقيلا ما عمره ما يلعب. عمرنا نشوفوه. كان مهمه القضيه والله ما كنا نشوفوه بونو. كان مياغري. بونو شنو دار؟ بونو شنو دار؟ مشى للتروازيام ديفيزيون ديال اسبانيا وبقى طالع بشويه شوف نوصل. انا تنظن بلا سي طه موريد حتى هو كان واحد الوقيته يزعم ماشي باسكو بعد النوبات ملي تبغي تبقى مع الفرقه بحال الوداد اللي مشهوره ومعروفه بعد النوبات التسميه ديال الفرقه تتغلب عليك. تتلزم راسك تقول انا مع الوداد ما نمشيش نلعب مع الفرقه الاخرى. شي فرقه نبقى مع الوداد ما ديزيام ما شي حاجه. بغيت نربطها مع تصريح اخر اللي كان ديال اشرف بن شرقي اللي داز داز بودكاست مع قناه الاهلي المصري، وسولوا بزاف الامور، ولكن كان قال واحد المساله، قال لك فاش كانت عنده 17 عام كان كيلعب مع الامل ديال المغرب الفاسي، وكان كيتفرج فيهم واحد المدرب فرنسي انذاك اللي كان مع المغرب الفاسي. بن شرقي ماركا 3 البيوت، ومن بعد عيط عليه ذاك المدرب الفرنسي، طلعوا ليكيب قال لك راه مزيان انت وعجبتيني وغتبقى مع ليكيب من بعد 3 ايام عيطوا عليه الاداره ديال الماس، قالوا ليه ما بقيناش بغيناك، ما عندك ما عندنا ما نديروا بك. مشاو للرباط، المدرب ديال الماس قال لهم فين هو بن شرقي؟ قالوا لي لا ما بغيناش، ما عندنا ما نديروا به. سمعني العزيز، قالوا لي ما عندنا ما نديروا بن شرقي. الوغ هو اللي طلعوا يلعب مع ليكيب قال لهم لا جيبوا لي بن شرقي شد طاكسي من فاس للرباط باش يلعب، ومن هنا كانت الانطلاقه ديالو. الخلاصه او الحكمه اللي غنستخلصوا من هنايا، اللعابه اللي تيكونوا مزيانين وديك العين سواد هذه ماشي عين المدرب، هذه عين ديال الاداره. هما قالوا لي ما عندنا ما نديروا، بكل مدرب بقى متشبت به. هو اللي شفنا دابا دار هذا الباركور، مشى للاهلي والهلال، باركور مزيان بالنسبه للعاب، هذا الشيء اللي دار بن شرقي. ولكن تخيل معايا لو انه ما كانش هذا المدرب الفرنسي ما كناش غنشوفوه. وبالفعل هذيك تتبقى هذيك العين الثاقبه ديال المدرب، لانه هو اللي شاف هذاك الوليد وشافوا انه غادي يوصل. واخا تغافل عليها المسيرين، تتبقى ثاني ديك الحكمه ديال اللعاب، لونفي ديال اللعاب انه غادي يوصل، حيت هذيك الاراده اللي تتكون عند اللعاب داخليه. وما عنده لا اراده لا والو، قالوا لي ما بغيناكش. هذيك اللحظه شافوا المدرب شافوا المدرب قام تشبت به باش غادي يوصل سكيف فيه، ولو ان هذاك المدرب ما قبطوش غادي يمشي لشي فرقه اخرى وغادي يبان ثاني، لان عنده في رجلو غادي يزيد، غادي يخدم وغادي يكون مثابرا في الكره، غادي يكون مزيان. فوالا